صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي بتسمعونا فيه. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مراية. معاكم النهاردة كوتش أحمد وكوتش إيمان، ويلا بينا نبدأ على طول. موضوع حلقتنا النهاردة بيهم ناس كتير قوي، والسؤال اللي بيشغلنا وأحيانا إجابته مش بنقدر نطبقها في حياتنا، وهو لو في حياتي شخص نرجسي ممكن أتعامل معاه إزاي؟ من خلال حلقتنا النهاردة هنتكلم ونتناقش بوضوح ونتعرف أكتر على الشخصية النرجسية وإزاي ممكن نتعامل معاها. خليني في البداية أرحب بلايف كوتش أحمد. ازيك يا كوتش؟ موضوع حلقتنا النهاردة جامد وبيشغل ناس كتير، جاهز نبدأ؟ ازيك يا كوتش؟ اكيد جاهز، وبرحب بكل المستمعين واللي متابعينا على بودكاست مراية. موضوع النهاردة عن شخصية موجودة في المجتمع بشكل كبير، هيصادفك اما في عيلتك او في شغلك او في حياتك عموما، لازم تقابل شخص نرجسي. تمام، طب ممكن برضو توضح أكتر لمستمعينا إزاي ممكن نعرف الشخصية النرجسية أو إيه صفاتها؟ اكيد يا كوتش، اضطراب الشخصية النرجسية اضطراب مدته طويلة ملوش وقت وينتهي. اللي عنده النوعية دي من الاضطرابات بيكون دايما مشاعره مبالغ فيها، عايز دايما يكون محور اهتمام من كل اللي حواليه، بيعاني من نقص كبير جدا، وكل ده بيترجمه في تعاملاته مع اللي حواليه. فعلا هو حد بيحب المدح جدا، عايز كل اللي حواليه يهتموا بيه بشكل مبالغ فيه، وعنده مقدرة كبيرة انه يخدع ويكذب ويضحك على اللي حواليه. مبيقدرش يلتزم بوعود ابدا، ممكن يخطط بوعد ويعمل كل حاجة لكن مش بينفذ خالص. وكمان بيكره الانتقاد او اي حد ممكن يراجعه في تصرف عمله، لانه شايف انه دايما هو اللي بيفهم واحسن من كل اللي حواليه، وان اراءه دايما وافكاره لازم اللي قدامه ياخد بيها، لان طبعا من وجهة نظره هو الافضل في كل حاجة. تفتكر ممكن تتعامل مع الشخصية دي ازاي بوجه عام؟ بص يا كوتش، انت جمعتي نقط كتير عن اللي بيميز الشخصية النرجسية، بس خلينا نتفق ان الشخصية دي صعبة وليها اساليب كتير ممكن تأثر على اللي بيتعامل معاه، سواء في الشغل او العيلة. في العموم هي شخصية ممكن توصل للي قدامها انها تقلب الترابيزة عليه في اي موقف وتطلعه غلطان، وكمان يظهر انه قد ايه ما يقصدش اي حاجة وانه اتفهم غلط. فعلشان ما نوصلش لمرحلة ممكن تأثر علينا لما تيجي تتعامل مع شخص نرجسي، اول حاجة انك لازم تهتم بنفسك، بمعنى انك يكون عندك تقدير لذاتك وتعتني بنفسك وبصحتك كويس جدا، بدل ما تهتم بالشخص ده لانه بيحب الاهتمام فوق ما تتخيل. نحاول اننا نحط حدود صريحة علشان ما يتدخلش في حياتك ويعرف تفاصيل انت مش حابب تشاركه فيها، لانه بيحب جدا انه يتدخل ويعرف تفاصيل خاصة وممكن يقولها قدام الناس عادي جدا. فعلا يا كوتش، خليني اضيف حاجة كمان، ان اي مواجهة او انتقاد مع الشخص ده مش هيكون ليها نتيجة حاسمة، ده غير انه بيخرجه عن شعوره، فبنبعد عن اي مواجهات معاه او نقد. ولو عمل موقف كويس ممكن نجامل، بس بكلام او ردود فعل بسيطة ومش على طول، لان زي ما قلنا هو بيحب جدا المدح. وبرضه ما ناخدش ردود افعال وسلوكياتهم على انها بصورة شخصية، او مثلا هو واخد مني موقف. لا خالص، هو اصلا كده تصرفاته، ردود افعاله، تعبيرات وشه، كل ده من جوه، مش رد فعل شخصي نهائي. حلقتنا النهاردة فعلا فيها جوانب كتير تستحق المناقشة. طب ممكن نسأل عن ازاي ممكن حد يتعامل مع نرجسي في حالة الارتباط؟ سؤالك مهم جدا. بداية الارتباط علشان نكون واضحين بيكون اتفاق بين اتنين في تفاصيل وطباع، وكمان ممكن يكون في حاجات مشتركة. مع الوقت بيمر بمواقف بتظهر جوانب ممكن تكون مش ظاهرة في بداية العلاقة أو التعارف، فلو التفاصيل دي ممكن أقدر أكمل فيها وأتعامل معاها تمام. طب لو معرفتش ممكن أبعد. وطبعا أنا هنا بتكلم عن مثلا اتنين مخطوبين لسه موصلوش لمرحلة الجواز. تمام، بس احنا عارفين ان النرجسي شخص اناني ومش بيحب يطلع غلطان او يسيب حاجة او حد حتى يبعد عنه، فممكن يستخدم حيل ويخدع اللي قدامه علشان يكمل. اه طبعا، وفي الحالة دي لازم الطرف الآخر يكون فاهم طبيعة الشخصية علشان يقدر يتعامل معاها وميأثرش بطريقة سلبية عليها.
فممكن في البداية لازم يكون في وضوح وصراحة معاه، لانك لو سكت هيكمل في اللي بيعمله. بس خلي بالك، يمكن بكرر نقطة ان النرجسي بالذات مش بيحب المواجهة ولا النقد، فممكن يخرج عن الإطار اللي حاطط نفسه فيه، وتشوف الشخصية دي بشكل تاني، انفعال وهجوم وقلب ترابيزة، علشان بس يظهر انه مش غلطان، وتطلع انت السبب في كل حاجة. عندك حق فعلا. وكمان نحاول إننا نقلل من كلام الإعجاب بشخصيته وطريقته، لأنه عنده إمكانية إنه يظهر بشكل وطريقة جذابة، وإنه واثق جدا من نفسه. فلو ده حصل هتحجم مكانه، وهيعرف إنه شخص عادي ومش مثالي. فما يحاولش إنه يقلل منك أو يسيطر عليك، أو حتى يظهر إنه أكفأ منك. بالظبط كده. ده طبعا بجانب ان لازم نحط حدود واضحة وصريحة، علشان ما يكونش في اي صدام بعد كده، لان اكتر حاجة مش بيحبها النرجسي انه يتعامل بحدود. تمام جدا كل اللي قلناه. طب لنفترض ان حصل ارتباط وكانت الامور سريعة شوية، وكل طرف ملحقش يفهم التاني بشكل واضح، واتجوزوا. ازاي ممكن الزوجة تتعامل مع الزوج النرجسي؟ هنا الموضوع معقد شوية، لان الزوج النرجسي ليه اساليب صعبة. ممكن في زوجات ما تستحملهاش او ما تعرفش تتعامل معاها. يعني مثلا هو بيحب العزلة جدا، مش بيحب التجمعات، يعني عنده عزلة اجتماعية. كمان بيمارس تصرفات غير منطقية او استفزازية، زي انه بيعمل تصرفات يخلي زوجته تغير عليه، كأنه بيعرف حد تاني او بيكلم حد وفي علاقة معاه. كمان بيحاول يلعب في نفسيتها ويضايقها، ودي اساليبه مش جديدة عليه. ممكن اضيف معاك ان عنده عدم تحمل مسؤولية، سواء بسلوكه او كلامه. يعني ولا بيساعد في حاجة ولا بيوفي بوعوده، وكمان مش بيهتم اساسا باولاده، وبيهرب من مسؤوليته تجاههم. النرجسي عنده فتور عاطفي، عنده برود تجاه الشخص اللي مرتبط بيه، لأنه دايما متحفظ في كلامه ومشاعره، وده بيسبب تعب للزوجة أو الطرف الآخر. مش بس كده، ده خياله واسع جدا، وبيتكلم عن نفسه وإنجازاته بشكل مبالغ فيه. فلو الزوجة فهمت الشخصية اللي معاها، لازم تفهم انها بتتعامل مع شخصية مش سهلة في التعامل. طبعا بتحتاج انها تتعامل بهدوء وما تاخدش تصرفاته بمحمل شخصي، لان دي طريقته. تتجاهل انها تمدح فيه او اي نقد سلبي منه، لازم ما تاخدش بيه، لانه زي ما قلنا شايف نفسه احسن واحد في الدنيا، بيفهم ويفكر ويتعامل. تجاهلي اي تصرف او نقد ممكن يخليكي ضعيفة او مترددة، لانها بيلعب على نقطة الضعف جدا. وكمان الحدود تكون واضحة ومفهومة علشان تقدري تتعاملي معاه. طيب لو الشخص النرجسي اشتغل على الصمت العقابي، بمعنى إنه بيعاقب اللي قدامه بالسكوت، بس بيعمل تصرفات وتعبيرات علشان يبين للي قدامه إنه متضايق منه، وبرضه ده يعتبر إنه بيمارس أسلوب فيه ضغط نفسي ومهين للشخص اللي بيتعامل معاه. النقطة دي مهمة فعلا. ده اسمه الصمت العقابي، وده يعتبر اسلوب سلبي وفيه اهانة للشخص اللي بيتعامل معاه. خلي بالك، هنا مش بيفرق بين صاحب، زميل عمل، شريك حياته، بالنسبة ليه كل واحد. ولو اشتغل على الموضوع ده، لازم نكون في حالة هدوء، الرد بهدوء، التعامل بهدوء، لانه لما بيوصلك انك تتضايق او تخرج عن شعورك كده، يعتبر نجح في اللي هو عايزه. ما تعتذرش على حاجة ما عملتهاش، يعني ما تروحش تقول مثلا ما كانش قصدي ازعلك، لان مفيش حاجة واضحة قدامك، فخطوة الاعتذار غلط جدا. وممكن كمان يتجاهل الموقف خالص لحد ما هو يجي ويتكلم بنفسه، لأن التجاهل بالنسبة ليه موقف صعب جدا. هو بيكره التجاهل، ولو استمر على وضعه ده هدده إنك هتنهي العلاقة أو التعامل بينكم. ولو حصلت أي مواجهة بينكم بعد فترة الصمت، دافع عن نفسك، خلي في حدود ما بينكم كبيرة. ولو مفيش أمل من الشخص ده، اتجنب العلاقة معاه أو ابعد خالص لو أمكن. طب من وجهة نظرك يا أحمد، وبعد كل المناقشة دي، إيه أسباب الشخصية النرجسية؟ سؤالك يا كوتش اجابته ليها محاور كتير، بس ممكن نقول ان مفيش اسباب واضحة للاضطراب ده. بس ممكن نقول ان في اسباب متوقعة، منها اسباب من الطفولة. فلو تعرض الطفل للنقد باستمرار او الدلع باستمرار، ده بيؤدي للنوع ده من الاضطرابات. وممكن اسباب نفسية نتيجة التعاملات والصدمات في حياته.
وكمان العوامل الوراثية المكتسبة بالوراثة. خليني أوضح معاك إن الدعم النفسي تأثيره كبير جدا، سواء كنت بتتعامل مع شخص عنده اضطرابات نرجسية أو في حياتك عموما، لأنه بيبعد الأفكار والمشاعر السلبية وبيخلي كلامك بطريقة مختلفة وإيجابية جدا، بيكون ليها تأثير على قراراتك وكل تعاملاتك. فلو واجهتك مشكلة في حياتك ما تستسلمش للأمر الواقع، وحاول دايما إنك تلاقي أكتر من حل. ولو ما قدرتش لوحدك ممكن تكلم مع حد بتثق فيه أو لايف كوتش، شاركهم مشاعرك وأفكارك وإنجازاتك، ده هيفرق جدا معاك. المهم تكمل وما تقفش أبدا. فعلا يا كوتش، الدعم النفسي حاجة أساسية في حياتنا علشان نقدر نتغلب على الضغوط اللي حوالينا. النهاردة كان موضوع حلقتنا عن الشخصية النرجسية وإزاي ممكن تتعامل معاها. كان معاكم كوتش إيمان وكوتش أحمد، بشكركم جدا وانتظرونا الحلقة اللي جاية من بودكاست مراية.